أهلا بكم يا أصدقائي. هل تعرف من هذا الصبي البدين الصغير؟ إنه الجراند ماستر الأمريكي الشهير الفلبيني الأصل هيكارو ناكامورا، وكان يعتبر منذ صغره معجزة شطرنجية، وسنراه في دور وعمره 14 سنة في بطولة الولايات المتحدة مع الأستاذ الدولي الأمريكي لويتي، الذي تلقى درسا لن ينساه في أهمية أن تلعب الافتتاح، ولكن أن تعرف الأفكار التي وراءه، وربما نقلة جيدة في أحد الافتتاحات تتحول إلى نقلة كارثية في افتتاح آخر. إن هذا الدور تعليمي بامتياز، يرينا فيه ناكامورا الصغير معنى اللعب البسيط السهل الذي أستاذه بالتأكيد بطل العالم جوزيه راؤول كابابلانكا، الذي لا يدخل في أي تعقيدات، ولكن ينتهز فرصة أو حتى نصف فرصة لكي يتم تكسير القطع والذهاب إلى مرحلة نهاية الدور، وهو ميدانه المفضل الذي لا يباريه أي شخص آخر. هيا نرى ناكامورا وهو يتشبه بكابابلانكا الرهيب. ناكامورا الصغير بالأبيض، وبدأ E4 ورد الأمريكي جون لويتي D5، دفاع الوسط المضاد أو الدفاع الاسكندنافي، وبيلجأ له الأسود لتبسيط المواقف وعدم الدخول في تعقيدات. وعادة الأبيض بياخد البيدق، وبعد الأخذ بالوزير بيعبأ الحصان طالب الوزير، والوزير إما يتراجع أو يذهب للA5. ورغم أن الأبيض أفضل ومتفوق في التعبئة، إلا أن الأسود مازال بيحتفظ بحريته، ولكن ناكامورا كمل نايت C3 طالب البيدق، وبيدعو الأسود لتقديمه لطلب الحصان، والحصان بيتراجع، وهنا الأسود بيلعب E5، ويبدو أن الأسود أفضل، فهو مسيطر على مساحة كبيرة من الرقعة. نايت G3، نايت F6، نايت F3، طالب بيدق الE4، والأسود بيحميه وبيعبأ الفيل وطالب التبييت، والأبيض كذلك بيشوب C4 وبيعبأ الفيل وبيصوب على الF7 وطالب التبييت. وبعد تبييت الطرفين هنا الأسود إما بيكمل بC5 ويدعم الوسط، أو ربما يلعب النايت C6، ولكنه فضل البيشوب G4. وبكده وصلنا إلى الموقف الفيصل في الدور. الفيل بيربط الحصان على الوزير، والنقلة دي عادة بتكون رائعة في معظم الافتتاحيات، وخاصة في حالة تبييت الملك، فالحصان مربوط ولا يستطيع الحركة، والوزير لا يستطيع تخليص الحصان من الربط مثلا بالنقلة كوين E1، وإلا الفيل هياخد الحصان ويتم تدمير هيكل بادئ الملك وفتح العمود G. وإذا أراد الأبيض التخلص من الفيل فلابد من تقديم بيدق الH وبيدق الG لكي يبعد الفيل عن الوتر ويحرر الحصان، ولكن الملك بيصبح في موقف ضعيف، فبيدقه متقدمة إلى الأمام ويسهل الهجوم عليه. ولكن كل ده بيتغير، وبتصبح هذه النقلة سيئة بسبب بسيط، وهو وجود الحصان على G3. وهنعرف ليه، لأن ناكامورا استغلها جيدا بالH3 طالب الفيل، وهنا الفيل لابد أن يتراجع مرة أخرى للD7 ويفقد نقلة، لأنه كما فعل في الدور استمر في ربط الحصان والفيل تراجع، لكن هذه المرة تحت طائلة الحصان، وناكامورا انتهز الفرصة وأخذ الفيل. وبعد الأخذ ناكامورا لعب ببساطة نايت D4.
فاز ببيدق على أساس طالب الحصان، ولذلك الأسود رد بنايت جي 3 وطالب الرخ في سبيل إن الأبيض ياخد بالبيدق، ورغم إنه بيخرج فائزا ببيدق إلا إنه هيكون بيدق مزدوج، لكن النقلة دي سيئة والأبيض له ردين. أولا النايت اي 6 بشوكة للرخ والوزير ولابد من الأخذ، وهنا الأبيض بياخد بتشيك، وبعد تحرك الملك بياخد الحصان وأصبح له بدائين زائدين، وأيضا له فيل قوي اخترق معسكر الأسود. وبمجرد مقارنة مع الفيل الأسود الضعيف المغلق عليه من الطرفين نجد أن الأبيض خرج من الافتتاح متفوقا بشدة، ولكن ناكامورا اختار بديل آخر وأخذ ببساطة الحصان، وأصبح له عمود مفتوح بيصوب على الإف 7 بالرخ والفيل، والأسود بالطبع أخذ الحصان وأيضا بيهدد بيدق الجي 3، والأبيض يستطيع بسهولة حماية البيدق، لكن الفلبيني الصغير لعب أفضل نقلة دي 3 بيفتح للفيل وفي نفس الوقت بيترك البيدق. ودلوقتي أفضل نقلة للأسود هي ترك البيدق وتكملة التعبئة بنايت دي 7، لكن الأمريكي طمع في البيدق وأخده وأصبح متعادل ماديا، لكن هذه النقلة كارثية وربما من هنا بيخسر الدور. فما هي نقلة الأبيض المتألقة؟ الفلبيني الصغير قام بتضحية الرخ، وبالطبع الأسود لا يستطيع تجاهل التضحية وإلا هيتحرك بالرخ طالب الوزير ويكشف كش للملك ويفوز، ولذلك لابد من الأخذ، وناكامورا أخذ الرخ بتشيك، وهنا الأسود في حيرة. فلو أخذ الفيل هتبقى نقلة سيئة، لأن الأبيض هيكمل بكوين اف 3 تشيك بهجوم مزدوج على الملك والفيل، ولابد من تراجع الملك، وهنا هياخد الفيل وبيهدد إما بالبيشوب جي 5 ويطرد الوزير، أو ربما بالبيشوب اتش 6 طالب المات، ولابد من تقديم البيدق، وهنا بيلعب روك اف 1، وأصبحت جميع القطع البيضاء نشطة بينما الأسود له قطعتين خاملتين، وكذلك متأخر ببيدق وهو بيدق سالك، والأبيض هيفوز بسهولة. إذن الأسود لا يستطيع أخذ الفيل وذهب للاتش 8، والأبيض كمل في هجومه بكوين جي 4 طالب الفيل، والفيل لابد أن يتراجع، وهنا الأبيض لعب النقلة اللي حسمت الدور بيشوب جي 5 طالب الوزير، والوزير ليس له غير مربعين، إذا ذهب للمربع دي 3 هيترك حماية الصف الأخير، وكوين سي 8 تشيك هتحسم الموقف، وإذا ذهب للإف 8 يكفي لعب الروك اف 1 والرخ على نفس العمود مع الوزير، وطالب مثلا البيشوب دي 5 بيهدد الوزير وبيدق الجي 7 ويخسر الرخ، ولذلك لابد من التغطية بالفيل. لكن هنا جاءت النقلة التانية قاتلة، ناكامورا ببساطة أخذ الفيل طالب الوزير وطالب المات، ولابد من أخذ الفيل، لكن لا يستطيع أخذه بالوزير وإلا المات في نقلتين بكوين سي 8 تشيك، ولابد من التغطية بالوزير وبياخده بتشيك ميت، ولذلك لابد من أخذه بالبيدق، وبكده تم فتح العمود جي، والوزير أصبح رهينة في الصف الأخير، وإلا كوين جي 8 تشيك ميت، وبناء عليه الأبيض لعب روك اف 1 طالب البيدق، والوزير لا يحميه وإلا المات، ولذلك كمل نايت دي 7، وأخيرا تم تعبئة الحصان،
وبيحمي البيدق، والوزير والرخ بيحموا المربع G8. ويبدو ان الاسود بخير، لكن ناكامورا زود في عذابه ببيشوب D6 وطالب الحصان بقطعتين. والحصان الى اين يذهب؟ اذا تراجع هيغلق الصف الاخير، وكوين G8 تشيك ميت. وربما افضل نقلة هي النايت E5 طالب الوزير، لكن الابيض بيكمل بكوين H5 والوزير والرخ طالبين الF6 ولابد من حمايته بالملك. ورغم ان الاسود مازال في موقف صعب فهو متخلف ببيدق وحيعاني في حماية بيدق الF6 الا انه مازال في الدور. ولكن بدلا من لعب النايت E5 كمل بنايت C5 وبيصوب على الفيل. والابيض بدأ في تعذيبه على نار هادئة ببيشوب F5. والنقلة دي لها طلب قوي للغاية. الابيض بيهدد بتضحية الفيل والفوز ببيدق اخر، والاسود لا يستطيع حتى اخذ الفيل والا روك F5 هتنهي الموقف. فرغم انه طالب الحصان الا ان تهديده المباشر هو الروك H5 تشيك ميت ولا جدوى من المقاومة. ولذلك النقلة الوحيدة هي كوين E. الوزير بيحمي الحصان والاهم بيحمي بيدق H7 بل وتم تحرير الرخ وبيهدد بالروك G8 ويطرد الوزير. ولكن ناكامورا كان محضر مفاجأة مدوية. ناكامورا لعب كالعادة بيشوب H7 فاز ببيدق وبيترك الفيل، لكن الاسود في حيرة. فلو اخذ بالملك هتكون نقلة كارثية، لان هتجيء النقلة المعروفة روك F5 طالب الروك H5 تشيك ميت ولا جدوى مرة اخرى من المقاومة. ولذلك اخذ بالوزير، وهنا جاءت ايضا الروك F طالب الحصان، لكن الاهم طالب الروك H5 ويربط الوزير ويفوز. والاسود ليس له غير دفاع وحيد وهو الروك G5 طالب الوزير، والوزير تراجع ببساطة للF6 ومازال طالب الحصان، لكن تهديده الرئيسي هو الروك H5 ويربط الوزير ويفوز. والاسود ليس امامه غير دفاع مرة اخرى وحيد وهو الروك G5 وبيحمي بطريق غير مباشر الحصان، وايضا بيمنع الرخ من الذهاب للH5. ويبدو ان الاسود في طريقه للفوز، لكن ناكامورا ببساطة اخذ الرخ وجدد طلبه بالروك H5 ولابد من اخذ الرخ. وبكده تم فتح العمود F وكوين F8 تشيك انهت الموقف. فهي بتهديد مزدوج للملك والحصان، والنقلة الوحيدة هي التغطية بالوزير. والابيض اخذ الحصان واصبح متفوق ببيدقين منهم بيدق سالك وفي طريقه للفوز ببيدق اخر. والاسود كمل يائسا كوين G7 والابيض اخذ البيدق واصبح متفوق ب3 بيادق بل وبيهدد بيدق رابع، وممكن للاسود التسليم في هذا الموقف، لكن كمل بالنقلة الوحيدة B6 كوين A8 تشيك كينج H7. خطة الابيض هي تكسير الوزيرين والدخول لنهاية الدور له فيها 3 بيادق زائدة، ولذلك كمل كوين C8 كوين E5. لكن الصغير انهى الدور بكوين F5 تشيك، وهنا الابيض سلم فلا بد من التكسير. وبعد الاخذ نهاية الدور فائزة، فله 3 بيادق زائدة منهم بيدق سالك ولا جدوى من المقاومة. فبعد مثلا كينج G7 كينج F2 كينج F6
طالب البيدق الأبيض هيلعب ببساطة G4 وبيحمي البيدق، وطالب الكينج G3 والاتش 4 ويكسر البيدق ويصبح له بدقين سالكين ويفوز بكل بساطة كما قال كابابلانكا. وكل ده بسبب النقلة التي تبدو قوية بيشوب G4، ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا. الحقيقة دور تعليمي بامتياز، فإذا كنت قد تعلمت شيئا منه فهذا يرضيني، ومنتظر تعليقاتكم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.